برشلونة اليوم. خبرنا الأول تعرف على أهلا بكم مع أخبار برشلونة اليوم. خبرنا الأول تعرف على خيار تشافي لتعويض خسائر بدري وفرينكي ديونج. تعرض ثنائي برشلونة بدري وفرينكي لإصابة قوية في لقاء برشلونة ضد بلباو. وفقا لما ذكرته صحيفة سبورت فأن فيرمين لوبيز هو الأقرب ليكون لاعب أساسي في الفترة القادمة بعد إصابة ديونج وبدري. خبرنا الثاني ثنائي برشلونة يقترب من العودة للمباريات. أفادت وسائل الإعلام بدخول فيران توريس وماركوس ألونسو المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي للعودة من جديد للمباريات. هذا ويحاول هذا الثنائي اللحاق بمواجهة نابولي في إياب دور 16 في دوري الأبطال، ولكن الأمر يتوقف بشكل كبير على التصريح الطبي، حيث لا يوجد أي مجال للمغامرة بأي من اللاعبين في المرحلة القادمة. خبرنا الثالث الشكوك تحوم حول بقاء رافينيا مع برشلونة. تناولت الصحافة الكتالونية أداء رافينيا مع برشلونة في الموسم الحالي، مؤكدين على أنه بيبذل الجهد ولكن بشكل غير إيجابي. تساءلوا في وسائل الإعلام عن إمكانية رحيل رافينيا عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي في ظل اهتمام أندية الدوري الإنجليزي وأندية الدوري السعودي بالحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي القادم. خبرنا الرابع تعرف على هدف فيران توريس في المرحلة القادمة. الهدف الذي يضعه فيران توريس في الفترة الحالية هو اللحاق بمواجهة نابولي في إياب دور 16 في دوري الأبطال. توجد احتمالية في أن يمنح تشافي فيران توريس بعض الوقت من المشاركة أمام مايوركا أيضا في اللقاء القادم في الدوري الأسباني. خبرنا الخامس جواو فيليكس يحتاج للكثير للاستمرار مع برشلونة. برشلونة حاليا لا ينوي تفعيل بند شراء جواو فيليكس وتحويل عقده من إعارة إلى بيع. ما يحتاجه اللاعب هو أن يثبت نفسه أكثر من ذلك ويتألق ويسجل المزيد من الأهداف كي يستمر مع الفريق في الموسم